هي المحبوبة. اليوم راح أعمل معاكم البامية المفروكة هذه بدون لحم بالمرقة بس. راح أعمل لها عصيدة، راح ناكلها معاكم بالعصيدة. جربوها، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه. هنا عندي طنجرة طبيت البصل والزيت وزيت الزيتون وزيت ذرة، بحطهم هيك مع بعض في الطنجرة. بقلب البصل لما تتبل، بضيف عليها توم، بعدين بنزل عليها بالطماطم. شفتوا؟ بنقلبها لغاية ما هناك. برضو شوية كركم. هنا عندي الطماطم فرمتها بالخراطة هذه. شفتوها؟ راح أضيفها للبصل. رميت 2 قرن شطة أو فلفل أحمر وأخضر هيك زي ما شايفين. راح أقلب الطماطم مع البصلة. الطماطم في المفرومة هاي بتدي نكهة وطعم للملحات وهيك. راح أقلبها. راح أعملها معاكم اليوم بالمرقة بس. إذا كانت بامية عندنا في السودان بنعملها بامية طبيخ، يعني بنقطعها كده كبيرة هيك، نسويها طاجين كده طبيخ مطبوخة. بناكلها بالخبزة بالرز وبالكسرة حتى بالعصيدة، يعني انتوا بتختاروا حابين تاكلوها بشنو. اما المفروكة فقط بناكلها بالعصيدة والقراصة والكسرة. هذه من الأكلات الشعبية المحبوبة. عندنا الملوخية برضه، الملوخية برضه بناكلها مطبوخة وبناكلها مفروكة برضه مع الكسرة. عندي شفت البامية قطعتها ما شاء الله فريش. شفتوا؟ هنا ظبطتها، كبيت البهارات، كبيت. عندي هنا غلت كده. راح أضيف البامية أخليها تستوي وبعدين افركها معاكم. وضيف لها برضو زبدة الفول السوداني، يعني هذا اختياري اذا انتم حابين تضيفوا. بتطلع جميلة تتاكل مع العصيدة والشطة الخضراء هيك. ها حقطع جنبها شوية سلطة. تمام. شفتوها ما شاء الله خضراء. سبحان الله. عندنا البامية هذه في السودان، يعني لما تمسك البامية هيك عندها شوك، يعني تطعن في اليد. أما هذه البامية هنا بتاعت بتاعت أوروبا هذه ما عندها شوك. حتى برضو في ليبيا ما كان فيها شوك، يعني البامية ناعمة كده سبحان الله. بتاعت السودان خشنة كده فيها شوك. لما الواحد يجي يقطعها هيك اللي يكون حذر، لأنه فيها شوك صغار بخش في اليد. عرفتوا؟ هنا عندي طنجرة واحدة ثانية درصت فيها العصيدة، كبيت فيها موية ورشة ملح ذرة صغيرة وضفت شوية زيت. هنا عندي البامية استوت، راح افركها معاكم. مفراكة هذه اسمها مفراكة. اي بيت سوداني عنده المفراكة هذه. مفراكة بتاعت العصيدة، عندنا مفراكة بتاعت الملاح هذه المقاس هذا، وبتاعت العصيدة شوية أكبر. عرفتوا؟ لكن أنا قاعدة أصب بيدي العصيدة برضه. بسوي بها الملاح. إذا عندي ملاح سوداني كده إذا ده أعمل ويكة ملاح ويكة أو هنا برضه بسوي بيه. إذا ما عندكم فيكم تستخدموا المضرب الكهربائي تضربوا البامية دي. إذا عندكم تستخدموا هذا المفراكة السودانية هذه، سووا الأكلات الشعبية. عندنا حاجات كثيرة من حاجاتنا السودانية السمحة. عندنا القرقريبة، عندنا عزباء الكسرة. عرفتوا؟ وعندنا المفراكة هذه المفاريق دي بنفركوا بقى، بندقوا البصلة
ها حاجات جميلة جميلة، حاجات السودانية الشعبية هذه، وأكلاتنا الشعبية السودانية. يا سلام. ها عندنا هنا كبيت، عندي زيت مقص في الشيشة، عبيت الشيشة هذه، عبيتها زيت. إذا ما مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد مني. أنا أخوكم سودانية عايشة بالنرويج. قناتي متنوعة، طبيعة، طبخ، هيك بشلي يعني متنوعة. تمام. هنا عندي راح أعمل معاكم العصيدة بالسميد، بتطلع كتير جميلة. يقولوا العصيدة بتاعت السميد هذه بسواها التشادين. هلا التشادين بيسووا العصيدة بالسميد. احنا عندنا في السودان بيسويها بالضخم، بنسويها بالرز، وبنسويها بالدقيق العال، الدقيق بتاع الكسرة هذا. عندنا أنواع كثير من الدقيق بتاع الكسرة هذا، الصبة والعصيدة، دقيق القمح، دقيق ما شاء الله. عندنا حاجات كثيرة وأكلات كثيرة سودانية شعبية. عرفتوا؟ عندنا برضو الطعمية أو الفلافل، سواء بالفول أو بالحمص. عرفتوا؟ الكبكبي هذا في السودان بنقول له كبكبي، بنبله الواحد بيفرمه، يلا بسوي لها البهارات، بسوي المعدنوس والخضار. عرفتوا؟ عندنا هنا هسي العصيدة بارد، راح اشيل الغشاوة اللي طلعت بتاعت السبيت هذه. هنا عندي الكور جهزته عشان اطلع فيهم العصيدة. عرفتوا؟ هنا عندي الدقيق هذا متعدد الاستخدامات، بعد استخدمه برضو للحلويات، للكيك، للبيتزا. عرفتوا؟ بحول الغشاوة الرغوة هاي وأصب معاكم العصيدة. هذا الدقيق تطلع عصيدة رهيبة. البامية هذا بدون لحمة، المرقة بس. عرفتوا؟ المرقة والطماطم هيك وبهارات ما شاء الله. يعني لما تذوق الطعم هيك، لما تاكلوه كأنه فيه لحمة، يعني بيكون طاعم ما شاء الله، طلع جميل. ها العيلة كلها حبته ما شاء الله، أكلوا. ألف صحة وهنا. جربوه. شفتوا؟ راح أصوت العصيدة هنا كبيت بالدقيق، راح أشوف إذا بيحتاج أزيت ولا لا. راح أصب المفراكة بتاعتي هذه، سويت بها مرتبها ملح البامية، وهنا راح أصبها العصيدة. شفتوا؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. راح أزيد الدقيق يا أبغى أسوي كيس زي محتاجة دقيق. راح أصوته الدقيق، سميته شوية هيك يكون لينة شديد. الأكلات السودانية عندنا ملح السمك، واللي هو الكجيك بنسووه بزبدة الفول السوداني، احنا بنقول لها الدكوة في السودان. عرفتوا؟ عندنا برضه ملح الكول. ملح الكول ده برضه كمان رهيب، بيسووه برضه بزبدة الفول السوداني، بنطلبوا العصيدة. عرفتوا؟ جميل جميل، من الأكلات الشعبية السودانية، كل السودانيين بيعرفوا.
عرفتوا هنا الملاح ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، والطعم روعة. راح نكمل العصيدة ونطلعها في القوالب هنا. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. تمام. تكبر عويلتنا الصغيرة هاي، عرفتوا، بمشاركاتكم بدعمكم لي رح نكبر هيك. تمام. هنا العصيدة ما شاء الله صبتها، رح اطلعها في القوالب. شفتوا العصيدة ما شاء الله، العصيدة ولا تحكي. شفتوا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. راح اطلعها في القوالب واغلفها بالسلفر. عندي سلطة برضو راح اقطعها معاكم، طماطم وخيار وهيك، عشان بعدين نغرف العصيدة نوريكم الشكل النهائي للعصيدة. ما شاء الله شفتوا، عصيدة جميلة جميلة جميلة. عندنا في السودان من عاداتنا وتقاليدنا في رمضان بنطلعوا صواني الفطور برا في الشارع، بنفرشوا السجادات هيك. الرجال بيفطروا في الشارع، كل الجيران بيفطروا كده مع بعض، كل شارع الجيران مع بعض هيك بيفطروا مع بعض. بيطلعوا العصاير الأبري والعرديب والقليس والحاجات. المهم بيطلعوا الجود بالموجود هيك، بيطلعوا العصيدة، كل بيت بيطلع صينية إذا كان صاحب البيت فيه أو متوفي أو هنا. المهم بيطلعوا صينية، عرفتوا. ما شاء الله الناس بتفطر مع بعض هيك. إذا جحد كده وماشي لأهله أو اتأخر على حوشه برضه بتفضل بيفطر معاهم في الشارع يعني. ما شاء الله. لكن الحرب دمرت ما خلت شيء، الناس اتشتتت وهيك. الحمد لله الحرب وقفت، الناس بدأت ترجع بيوتها والبلد بدأت تعمر إن شاء الله. يعني نتمنى للسودان الأمن والسلام. العصيدة راح أغلفها زي ما شايفين، غلفتها هنا بالفلفل عشان تقعد صارمة هيك ما تبرد. ما أقطع السلطة بعدين أغرف الأكل بالصينية وهيك. غلفتهم عشان ما يبردوا بالفلفل هذا. عندي الملاح هنا ما شاء الله اكتمل من قبل ما أصب العصيدة. عندي هنا سلطة راح أقطعها معاكم. عندي خيار وطماطم وبصل، راح اقطع السلطة. قطعت السلطة ما شاء الله تبارك الرحمن. عندنا الخيار القصار هذا او العجور زي ما بقول له في السودان بنقول له عجور. عندنا الخيار الاخضر هذا، طماطم هنا ما شاء الله، طماطم سمحة كده. ما عندي خس لكن ما مشكلة، راح عندي مخلل سواه في البيت راح اضيف له جزر شوية، اضيف بشيل منه ازيده في السلطة. لسه ما استوى كويس لكن يعني بتاكل مع السلطة هذه. راح ازيد منه شوية في السلطة. ازيد لا مخلل من اللي انا صنعته هنا في البيت. صنعته برضو، عملت مخلل البنجر، عملت علبة هيك، وعملت مخلل الجزر وخيار، حبيت فيه فلفل حب، فلفل اسود وليمون شرايح هيك وملح الليمون وخل، عرفتوا. كبيت ملح برضو شوية عشان ما يكون مالح معانا كتير. هنا قطعت السلطة ما شاء الله تبارك الرحمن.
طبعا جميلة. هذا المخلل اللي صنعته هنا في البيت، سويته في البيت، خللته لسه كان عليه وداير له يومين كده عشان الوضع عندنا الجو بارد، يعني مرة بارد ومرة يعني دافي شوية، ما يستوى لسه، لكن نقدر نكب منه في السلطة، لأنه السلطة هسي ما فيها جزر، راح أشيل منها أزيد في السلطة. لسه كان عليه شوية مستوى. رميت برضو فلفل كده، قرون فلفل. هنا عندي الجزر طلعت منه، راح أضيفه للسلطة، بدي طعم جميل هيك للسلطة عشان ناكله مع العصيدة هذه. ألف صحة وهنا، جربوها قولوا لي رأيكم في الأكل السوداني. الأكلات السودانية الجميلة، الأكلات الشعبية السودانية. عندنا برضو المحاشي بأنواع، بنعمل محشي الباذنجان، محشي الفلفل، بنعمل ورق العنب. عملت معاكم ورق العنب هذا كم مرة، عملته بالطريقة الليبية وعملته بالطريقة السودانية. الطريقة الليبية بنبخره هيك بنجب بحلة طنجرة البخار اللي بنجد بها الكسكسي هذه. شفت السلطة ما شاء الله، قطعت السلطة حطينا في الصينية بتاعت التقديم. راح أغرف الملاح كمان، أكب العصيدة. جربوه ووروني رأيكم. إذا ما كنتم مشاركين في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد مني. ما شاء الله العصيدة جميلة جميلة جميلة، عصيدة بدون لحمة، بالخضار بس هيك، عفوا بالمرقة. ما شاء الله البامية، وضفت لها زبدة الفول السوداني، يعني هذا اختياري، لكن مع زبدة الفول السوداني حكاية، طعم رهيب ما أروعه. جميل جميل. العائلة كلها ما شاء الله أكلت وحبوه كتير جميل. ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا؟ راح أغرف معاكم أملح العصيدة. هذا الأكل لازم معاه شطة، تكون شطة خضراء. عندي لكن شطة مخللة، ما عندي شطة خضراء مفرومة، لكن عندي شطة مخللة. شفتوا؟ ما شاء الله العصيدة جميلة جميلة ما شاء الله. مع ألف سلامة، أشوفكم في فيديو قادم. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد مني. مع ألف سلامة. غدانا اليوم عصيدة